في قلب القاهرة، في شارع قديم جدا، موجود بيت الناس بيسموه بيت الموت. محدش بيقرب منه، ومحدش حتى بيعدي من قصاده بالليل. طب ليه؟ سألت نفسك ليه؟ عشان من سنين طويلة حصلت فيه حاجة مرعبة جدا، حاجة محدش لحد النهاردة قدر يفسرها. واللي اقولهولك النهاردة مش قصة رعب عادية، دي حاجة لو سمعتها ممكن ما تنامش الليل. القصة دي بدأت من أكتر من 30 سنة. كان في عيلة صغيرة، أب وأم وولدين. العيلة دي كانت بتدور على بيت واسع ورخيص، ولما شافوا البيت ده ما صدقوش. بيت كبير وسعره قليل جدا. الجيران حاولوا يحذروهم وقالوا لهم ما حدش بيعيش في البيت ده، لكن الأب ضحك وقال الأشباح مش موجودة يا جماعة، ما تخافوش. أول ليلة عدت هادية، لكن من تاني ليلة كل حاجة اتغيرت. الناس كانت بتقول إن اللي بيخش البيت ده ما بيطلعش تاني. الأب كان بيقول إنه كان قاعد في الصالة لوحده الساعة 12 بالليل، وفجأة سمع صوت بينادي عليه من الدور التاني. طلع بسرعة، لكن لما وصل ملقاش حد. بعد 4 أيام حصلت كارثة. الساعة كانت 3 الفجر والشارع كله نايم. فجأة سمعوا صوت صرخة عالية طالعة من جوه البيت، سمعت القاهرة كلها. الجيران كانوا واقفين برا البيت مرعوبين، ما حدش فيهم قدر يدخل. البيت كان غرقان في الظلام، والصرخة كانت لسه صوتها بيرن في ودانهم. واحد من الجيران حاول يفتح الباب، لكن لقى الباب مقفول من جوه. وفجأة الصوت اتكرر تاني، لكن المرة دي كان أهدى. الناس جريت بعيد، لكن واحد من الجيران لاحظ حاجة غريبة. لاحظ ان الباب بيتفتح لوحده، وفي حد بيتحرك جوه. وفجأة كل الأنوار اللي في الشارع اتطفت. دقيقة كاملة والضلمة مالية المكان. وبعد كده لما النور رجع ما كانش في حد جوه. الشرطة جت وقفلت البيت بالشمع الأحمر، ومن يومها البيت اتساب مهجور. لكن الجيران بيحلفوا انهم بيسمعوا أصوات غريبة، أصوات ضحك أطفال وأصوات خطوات بتتحرك، وأحيانا حد بيصرخ بصوت واطي. بيت القاهرة ما كانش زي أي بيت، كان بيت ملعون. أي حد كان بيفكر يخشه كان بيختفي وبيتنقل لعالم تاني. ما انصحش أي حد يفكر يدخله، لأن هو لعنة على أي حد.